خوفا على ديني يا محمد، ترى دير بالك، ها، خوفا على ديني أنا ما بدي أجاهد، بل ما انتهكت عوراتنا إلا بعدما تركنا الجهاد وتركنا الدفاع عن الإسلام والمسلمين. إحنا كيف بدنا نميز المنافقين عن غيرهم من الناس؟ يعني هل يوجد لهم أساليب أو صفات معينة ممكن إحنا نميزهم عن طريقها يعني؟ وأحيانا على فكرة بقول لك أنا الإسلام عن عيني وراسي، والله ما أتكلم كلمة عن الإسلام. مشكلتي مع هذا الداعية، مع هذول المجاهدين، مع هذول المقاومين، مش مع الإسلام والمسلمين. أنا إذا أخوي بتقتل أنا مش في أمن وأمان، أنا لو ابني بتقتل أنا لست في أمن وأمان. تجد أنه مصر على الرغم من أنه مكروه، يعني مكروه من أهل السماء وأهل الأرض، يعني معروف، ولكن يصر على نفاقه. شو السبب؟ بعض الصحابة الأخيار يقول لك شو خطورة النفاق، صحابي وطيب وقع في هذا الخطأ وعرض وتكلم بما لا يليق، بما لا يليق بعرض النبي صلى الله عليه وسلم. المنافقين اليوم بيقرأوا كتب السيرة زينة، يعني ما شاء الله عليهم تخزى العين، وبيقوموا بعملية استقلاص أساليب المنافقين القديمة وبيعدوها تماما نفسها، يعني مش مغلبين حالهم، نفس الأساليب تقريبا تماما. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا